واخيرا منتخب مصر يفعل قصاد الافيال ويكمل العقده زي ما الاجيال شغالين. مصر يا جدعان عمل ماتش جامد قوي، ماتش جاحد بكل الطرق. اول 3 دقايق جول لمرموش وامام عاشور، الناس كلها اللي كانت بتقول لك بقى مش قادر يلعب 20 دقيقه او 30 دقيقه، عمل 80 دقيقه موت موت. والجمعه طلع عامل مباراه، قال لك امام عاشور ما ينفعش يبدا الماتش، بقى له 3 4 شهور ما بيلعبش والدنيا معاه تعبانه مش هينفع، ازاي نلعب اول ماتش؟ واذا بالمفاجاه امام عاشور يقدم مباراه من احسن مبارياته على الاطلاق مع منتخب مصر. انا عايز اقول لكم عن الماتش ده، لا مرعب، في روح، اللعيبه بتقاتل عن الكوره. حتى الجون اللي كنت جابه الاولاني فتح اللي جايبه في نفسه، احنا اللي بنجيب الجون في نفسنا، حتى بنجيب الجون في الخصم وبنجيب الجون برده في نفسنا. احنا مش قليلين، احنا بنلعب على الوينجين. فيا جدعان لا 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 مش مصدق والله. انا اي حد كان بيسالني قبل الماتش كوتيفوار هنعمل ايه مع كوتيفوار، كنت متشائم الصراحه، قلت ربنا يستر ونخسر بس ايه فرق جون، يعني مش عايزين اكتر من كده، مش عايزين نطلع بفضيحه بعد اللي انا شفته قصاد بنين كسبناها بالعافيه، في الوقت بدأ الضايع يروح لك اكسترا تايم. فقلت هنعمل ايه قصاد كوتيفوار؟ تلعب بقى مع لعيبه في مانشستر يونايتد واللعيبه بتلعب في الدوري الالماني، لا ما احنا برضو في فرق قدرات. احنا معانا زي محمد صلاح تعمل مباراه، قال لك حسام حسن كان بيقول لنا معانا 2 محترفين وربع، بقينا 3 ارباع، محدش فينا بقى بيلعب. فعلا ده حقيقه، منتخب مصر مفيش حتى المحترفين عنده اللي شايلينه ما بيلعبوش مع الانديه، بس ده خلى اللعيبه عندها روح وعندها ان هي عايزه تثبت نفسها. والعروض دلوقتي بدأ كله بيتكلم، كل الصحف في العالم دلوقتي بتتكلم على مرموش وصلاح. مرموش توتنهام دلوقتي بقت تتكلم عليه، وصلاح الدوري السعودي طبعا لا غنى عنه، وكل جماهير ليفربول بتنادي ان هو يرجع تاني عشان يلعب اساسي. لا مباراه جامده قوي يا جدعان، مباراه جامده جدا جدا، استمتعت قوي، كنت مبسوط قوي. ولو كنا خسرنا النهارده انا كنت مبسوط برضه من الاداء والروح والقتاليه اللي كانت بتحصل في الملعب. لعيبه رجاله عارفه قيمه التيشيرت. وائل جمعه طلع بعد المباراه قال يا جدعان ده احسن مباراه للجيل الحالي ده على الاطلاق كله، على الاطلاق. انت شفت احنا وصلنا لفين بعد احنا المراحل اللي فاتت دي؟ احنا كنا ضايعين بنلعب باداء كده، الناس كلها تقول ايه ده منتخب مصر مش عارف يكسب بنين، بيكسب وانت تضيع بنين، هنعمل ايه؟ ومحمد ساعتها بعد المباراه يقول لك اصل مش عارف احنا كلنا في الدوري المصري، احنا طول عمرنا دوري مصري يعني من اجيال زمان، ومنتخب مصر دايما كله لعبته من الدوري المحلي. في ناس هتقول لي عشان بيشيل الضغط، انا فاهم ان هو بيشيل الضغط وفاهم كل الكلام ده، ودي حاجه انا صراحه احييه عليها. بس الفكره نفسها في ايه؟ احنا منتخب دايما مش مرشح للبطوله، بس بعد شفت النهارده لا احنا مرشحين بقوه كمان للبطوله، ده بلا جدال. فاتمنى ان يا رب تكمل على خير ونقدر نكمل. مبسوط ان مصر وصلت نص النهائي والمغرب، وان شاء الله يبقى نهائي عربي بين المغرب ومصر، واتوقع ان شاء الله بنسبه كبيره. المغرب طبعا عنده برضه ماتش صعب جدا في نيجيريا يا جدعان مع اوسيميني، وربنا يستر. واحنا هنقابل السنغال اللي عملت لنا عقده افريقيا اللي فاتت، مطلعانا من النهائي بضربات الجزاء، ومطلعانا برضو من كاس العالم بتاع كروش برضو بضربات الجزاء. كانت سنه كبيسه، فربنا يستر ان شاء الله ونقدر بقى ناخد حقنا منها بقى كده. دي بقى فرقه مش احنا مش كعبها عالي علينا، هي اللي كعبها عالي علينا، فان شاء الله ازاي نكسبها. واهم حاجه اهم حاجه لو كملنا بنفس الروح والقتاليه دي هنقدر نكسب وهنقدر نوصل النهائي ان شاء الله باذن الله. توقع ان شاء الله الماتش الجاي ممكن يوصل اكسترا تايم وضربات جزاء. اكتب تحت في الكومنت توقعاتك ايه للماتش الجاي، هل مصر تقدر برضه تكمل على نفس الماتش الجامد اللي عملوه قصاد كوت ديفوار، ولا هي بس حلاوه تروح كده وربنا يستر على اللي جاي؟ اكتب تحت في الكومنت. وهل شايف مصر تقدر تكسب البطوله ولا لا؟ رايك يهمني في الكومنت. ما تنساش طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو عجبك الفيديو. سلام.